عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. ومعاكم روتين جديد من بيت مروة ورحمة. اهلا بيكم معانا يا منورنا. مش عارفة اقول لكم ايه، بحبكم قد ايه. ربنا يخليكم لينا يا رب من جميع انحاء العالم اللي متابعينا. يا رب يخليكم لينا، ما نتحرموش منكم ابدا يا رب. ودايما عيلتنا هتكبر بيكم حبيباتي، ربنا يخليكم. طبعا لو اول مره تشوفيني على القناه ما تنسيش تنزلي تعملي اشتراك وتعملي لي احلى لايك علشان عيلتنا تكبر، وان شاء الله مش هنكبر الا بيكم انتوا. طبعا معايا روتين النهارده حلو قوي بعمله عند رحمه، ويا ريتني ما كنت جيت عند رحمه النهارده. طبعا انا صورت لكم روتين بعد ما خلصته، خلاص دمرتني. يا ريتني ما كنت جيت اعيد عليها يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ودايما في هنا وسعاده. الروتين ده انا بعمله انا ورحمه. يلا بينا نروح على الروتين ونشوفه هنعمله ايه سوا مع بعض انا ورحمه، وهنعمله ايه وهتعمل فيا ايه. وبكده رحمه حطيت لي بقى، انا عملت نسكافيه وهي شربت شاي بلبن وكحك وبسكوت، وده في فطرنا. البرميل. البراميل بتاعك اهي بدأت البشاميل اهي، هتقول لكم تعاركنا يا جماعه 100 عركه في الفيديو دلوقتي ده. بقى انا بحط زبده ومعلقه سمنه فلاحي وثلاث معالق وحب صغننين كده دقيق. بيطلع معايا بصراحه البشاميل تحفه. قعدت انكد مروه فيها. بقى قعدت تناكب برضو بتناكب فيا واحنا بنسجل دلوقتي. ايوه مش هعتقد. احنا بنسجل والنهار طالع خلاص، انا عايزه انام حتى صوتي باين عليه. وبعد كده نزلت باللبن 3 معالق، خدوا معايا لتر. يعني الكسرولة دي كلها لبن، دي بتاخد بتاع كيلو وربع لبن. وحطيت 3 حتت جبنه مثلثات بريزيدون، وحطيت حبه فلفل اسود، وحبه جوز الطيب، وحطيت 2 مكعب مرقه. بصراحه بيطلع وملح. كريمه، وطبعا الملح يعني. ودي اللحمه المعصجه اهي زي ما انتوا شايفين. انا هنا بحط لها البهارات بتاعتها. هي كانت معصجاها وشايلاها وطلعتها، حطيت بس 2 حط لها بهارات. مكعب مرقه وجوز الطيب، وحطيت حبه ملح، وحطيت كبه صيني، وحطيت ال7 بهارات. طبعا بقى حسب ما انتوا بتحبوا، يعني انا بحب قوي في اللحمه البهارات تبقى كتير. وده البشاميل اهو زي ما انتوا شايفين. انا باخد حبه بحطهم، بعد كده لقيتهم ياما قوي قللت حبه. بعد كده سويت الصينيه وحطيت اللحمه. انا احب اللحمه تبقى يعني ما تبقاش حته او حته، لا تبقى مظبوطه. بعد كده هنزل بالرق التاني بتاع البشاميل. وبعد كده بقى انا بحب البشاميل يبقى خفيف وكتير، عشان البشاميل يبقى كتير كده. بصوا انتوا متهيأ ان هو هيقع كده من الصينيه، بس لا، ما احبش مكرونه تبقى باينه. دي قشطه. انا ما بحبش قعدنا احط ننكف بيض. في بعض فيها. قعدنا نناكف في بعض كتير واحنا بنعمل في البشاميل. دي الصينيه بتاعت التحدي. دي طريقتي في البشاميل، سهله وسريعه. دي طريقه زمان يعني بقى، اللي من غير جبنه ومن غير الكلام دوت. طريقه سهله وسريعه. وبعد كده بقى كنت انا عندي شويه مواعين مع اكل لا دي مواعين المكرونه. مواعين المكرونه. وكان بقى كوبايات على طبقين على كسرولة اللبن على الحاجات دي كلها. اهي المكرونه والبشاميل غسلتهم. وبعد ما غسلتهم هنعمل بقى احنا كمان دلوقتي حاجة حلوة قوي. ناس كتير طلبت مني قالوا لي يا ريت تورينا المشروب اللي انتي بتشربيه. المشروب اللي انا بشربه يا جماعة دوت، ده نسكافيه كابتشينو. بيتباع في كل المحلات وبيتباع في كل حتة تقريبا ب4 جنيه الا ربع او ب3 جنيه ونص، حسب. بجميع النكهات. انا بحب عن نفسي بحب اللاتيه والفانيليا انت والكراميل. هنا انا قلت لك وريهم الليمون اللي انت حطاه في الزيت صابون. ديت يعني انا لما بعصر ليمون على فراخ وانا بغسلها، او مثلا بقطع شرايح ليمون على حاجه الساقعه وبعد سلطه كده اي حاجه. نسيبوها. سلطه اي حاجه مش برميها في الزباله، بحطها اغسل بيها المواعين. بصراحه بتدي لمعه وريحه. وبعد كده بقوم غاسله بيها الحوض. ويعني بسيبها شويه كده لحد ما يدبل خالص في الميه، وبعد كده بقوم رامياه. انا هنا اول باول خلصت اللي ورايا، ما روحتش قعدت يعني، عشان لما بقعد بكسل وما دي القهوه بقومش وكده. بتاعتي، حطينا معلقتين قهوه معلقتين قهوة وربع معلقة سكر اهي زي ما انتوا شايفين بقى. عاملة وش ايه حمادة، حاجة كده كانت وهمية. والريحة بقى مش قادرة اقول لكم كانت الريحة عاملة ازاي. انا اللي عاملة لها القهوة على فكرة. ماشي يا شكرا. رب يكون تمر. شكرا. بس بصراحة هي تعبت معايا النهاردة. طلعت مش انتوا هتشوفوا يعني اللي جاي، هتشوفوا البيت عامل ازاي، وهتشوفوا مالك ادعوا له ان ربنا يهديه. يا رب ربنا يهدي ولادنا جميعا، يا انا رب كنت يهدي بمنتج ولادي الفيديو عماله ويهدي اضحك عيال ضحك. عيال مروة، لاني اللهم الجيل امين. المنيل دوت مطلع عنا. ربنا يصلح حالهم يا رب، ويهدي ولادنا وولاد المسلمين اجمعين.
لاني ما شاء الله العيال يعني النت اكل بس عقلهم. فنجان قهوة عسل بصوا عسل. الدخان ده بتاع القهوه على فكره، مش ده حاجه تانية. اهو ده الكيس اللي انا بقول لكم عليه، انا بفضيه وبنزل بحبه ميه سخنين ودوبهم. لازم حتى لو هتشربي اي نوع اللي هو دايما كده ده، وبنزل انا بحبه بميه. 3 في 1 عامة يعني. انا بحبه بميه. بصوا بيعمل الوش عامل ازاي. وبعد كده بديله اللبن اللي هو ده، يعني عامل زي الاسبريسو اللي هو انت بتجيبي المكنه الجاهزه او اللي احنا شفتوا بنشربوه طريقة بره. المكرونة في الفرن؟ والمكرونه في الفرن. ودي طريقه البانيه، بيضه وحبه فلفل اسود. بعد كده هنزل بزبديه. وبعد كده هنزل بحبه خل. وبعد كده هحط طبعا بهارات فراخ، حبة حطيتي حبة جنزبيل؟ جنزبيل. وبرده ومعلقة مستردة ونص ليمونة. وحطيت جنزبيل وبرده. بهارات فراخ. وحطيت بهارات فراخ وحطيت 7 بهارات وحطيت كبيبة صيني مطحونة وحطيت بصل باودر وتوم باودر. اللحمة طبعا حطيت لها بهارات لحمة اكيد وحطيتي بابريكا اساسي. اهي. وحطيت بابريكا. بحب البابريكا مع الفراخ بتديها طعم حلو قوي. وحطيت مكعب مرقة. وحطيت ملح. لكن اللحمه ما حطيت لهاش جنزبيل. حطيت لها بهارات لحمه وكبيبه صيني مطحونه. وحطيت لها 7 بهارات وجوزة الطيب مع اللحوم بتبقى فظيعه. ونزلت بالبانيه بتاعي اهو، سبته حبه طبعا عقبال ما المكرونه كانت لسه في الفرن. هنا بقى انا بحط له دقيق وبحط بقسماط، خلطه البقسماط ان شاء الله هبقى اوريكم انا بعمل ايه. وبتبلها حلو قوي كده. بصوا مش بحب احط الكركم ولا كيري ولا اي حاجه، لان جوزي ما بيحبش ايه، حتى البهارات اللي انا بعملها فيه ديت بيقعد يقول لي لا انا مش بحبه بالبهارات دي وكده. بيحبوا فلفل اسود وملح بس انا بس بقعد احنا اقول له انا بنضحك مش عليه. حاطه حاجه. ايوه احنا. بنضحك عليه. انا بضحك عليه فعلا. ما بيحبش طعمه يبقى متغير وبيحبوا اللون ده. يعني مروه تعرف انه بيحب الاكل يبقى ناشف كده ما. انا في مرة هوريكم الفراخ بتاعته ولا اللحمه بنحمرها له حتى ازاي. جوز مروه برضو السمك والفراخ والحاجات هنا دي انا لازم تبقى كنت ناشفه. بفرش الترابيزه بتاعت التحدي بتاع الاكل، فانا اللي حبيت ما شافش اشارككم. التحدي يروح يجري يشوفه على يوميات مروه ورحمه، يعجبكم قوي. وحكينا هناك يا جماعه قصه خطفنا، ازاي اتخطفنا وازاي رجعنا. روحوا هتضحكوا هتموتوا من الضحك. وده كان الاكل بتاعنا. كان طماطم بقى وشيبسي والبانيه والمكرونه والورده الجميله اللي انا عاملاها دي بالجزر والفلفل والخيار. وردة حبنا. بس الاكل كان طعمه حكايه بصوا حكايه. المكرونه بصراحه غطت على انا بقى على هنا البانيه. فرجتكم بقى، هنا كانوا الولاد بياكلوا في الاوضه دي واحنا بناكلوا في الاوضه التانية. كان باباهم معاهم يعني ما كانوش بياكلوا اه لوحدهم. وطبعا باشمهندس مالك ربنا يهديك يا مالك يا رب. فهوريكم بقى شكل الاوضه هنا وشكل الاوضه هنا، ويلا بقى نشوفوا هنعملوا ايه. هو البيت طبعا المواعين وكده. بصوا انا كنت قبلها بيوم عامله الروتين، مش عارفه هو مالك كان بيعمل معاكم كده ليه، تقريبا بيقول لكم ما تخشوش تتفرجوا عليهم تاني. مش عارفه في ايه انا الولا. بصوا هو بيهزر معاكم لعبه العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. هما عيالي بيحبوا الحاجات الاكشن، انتوا عارفين بقى الصبيان. انا كنت بصوا بمسح الترابيزه هنا بالخل ده، خل يا جماعه. والله ما لقيت حد يشتري لي توكه. فين ايام منا ومريم لما كنت انزل اجيب لهم توك وكنت يجيبوا لي كده معاهم توك، ودلوقتي يفتكروني بصبع روج. شايفه عيد الجمايل. الصبيان دول بقى حاجه خرا، أنا هو ليا- تيشيرت انا وبنطلون. ليا عندك 3 اوضتين وصاله يتروقوا. ماليش دعوه. اخس عليكي. ماليش دعوه ماليش دعوه. يعني انا ما بروقش. لا بتروقي. وهنا بقى مروه تسلم ايدها حبيبتي، ربنا يخليها لي يا رب وما يحرمني منها. ومالك قاعد ينكفها. ايوه ده ما لازم. تعلقوش ها. هو بيحب مروه قوي على فكره، وبيحب يقعد ينكف فيها ويهزر معاها. بصوا يعني مطلعه بلاوي السجاده. احنا عايزين نسيقوا الشقه بقى، يعني كفايه كنسل أنا حد عايزة كده. إيه؟ انت عايزه ايه؟ عايزين لا، نسيقوا بقى المره الجايه. انا مروحه بكره يا جماعه. وكان قاعد يلعب معاها برضو بيغلس عليه. بصوا هي اللي شالته. بص برضو هيطلع يجيب فوتراب ويدخل فوتراب ويطلع فوتراب. ابني افتخر بيه. حاجة مفرحة بصراحة. ربنا يصلح حالك ويهديك يا حبيبي يا اللهم رب. امين يا رب. لا بالجيل بتاع اليومين دول صعب قوي التعامل معاه، وربنا يصلح حالهم جميعا ويهديهم. طبعا بقى مروة يعني عملت الواجب وزيادة، والله العظيم انا كنت مخليه الدنيا زي الفل. واديكوا شفتوا كده البيت عامل ازاي. لا بس يا ربنا لازم يخلي. كل شوية لازم يعني لازم. لازم كل شوية الشيل انا والحط مش عايزه اقول لك والترويق. ان المشايه اللي هناك مكتوب عليها كاتشب، انا مش عايزه احرق دمك. ما هتتشال عندي واحدة ستيبن هشيل دي اغسلها واحط غيرها.
وربنا يديكي الصحه يا حبيبتي يا رب وما يحرمنيش منك. انا كنست هناك والله، انا كنسه من هناك بس الكاميرا ما جابتش. بجد يعني والله العظيم. بصوا يعني التعاون حلو. عقبال ما انا روقت المطبخ وشلت الكركبه وعملت الزباله اعزكم الله، كانت هي خلصت لي بره، وعملت شاي لجوزي ومش عارفه ايه ما انت ظبطتيني برضك هنا، انتوا حبيتيني فاهمين. بقي. مش تحليه ولا حاجه والله. احنا بعد ما بنخلص كده دايما بنحب كده نشرب حاجه، ناكل حاجه، الواحد يحس ان هو كافئ نفسه. يعني قوموا بقى انتوا ادوني كده، بقى لايك بالله عليكم بقى، ما تبخلوا عليا بقى اتشجعي باللايك. وخلصي اللي وراكي. ما تقعديش تقولي لا بكره ولا بعده. لا بصوا احنا يعني تقريبا هنا قعدنا حبه كتير، يعني ريحنا بعد الاكل حبه وبعد كده قمنا اشتغلنا لا احنا بتاع عملنا على طول. عملنا البيت على طول. لا بس بعد عقبال الاكل ما قمنا على لميت طول. وغسلت وكده، بس احنا خلصنا الاكل وقعدنا اتكلمنا شويه لا وبعد كده قمنا. والله ابدا، احنا ولا عملنا انا على الوقت طول. سرقني؟ يعني ما قلناش ننام، وانا رشيت خل هنا على البوتاجاز لان هو ما كانش محتاج يتنقع ولا حاجه. كانت يعني كان بسيط لسه بقى اشيل العيون وكده واعملها. الوقت يعني انا مش عارفه. انا اللي قعدت شويه وبعد كده قمت على المطبخ. كنت بتكلم في التليفون تقريبا. بصراحه مروه قامت ربنا يديها الصحه يا رب، الغساله كانت شغاله. وشغلنا الغساله. وهنا بقى مروه بقى عملنا بقى طبقين فاكهه حلوين كده، ده شمام وكيوي وبطيخ. يا رب تكون مروه اتبسطت وخدمتنا تكون عجبتها. ثواني بقى يا جماعه، اه برضك هنا قعدنا نكف في بعض، يعني احنا نكفنا في بعض كتير. انا بحب اعمل الموز باللبن احط فانيليا، قالت لي لا لا ده انت بارده. مش باردة. انا ممكن عيالي وجوزي يرفضوا ان هم يشربوه. انا عارفه بقى هم بيحبوا ايه. طب كنتي جربي، ما لا 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 شربوش هم، ما انا بح... كنت هشربه. في بقيته في التلاجة خشي اشربي. يا رب يا مدام مروة نكونوا احسننا الخدمة معاكي ونكونوا قدرنا نخدموا حضرتك كويس. احنا لا اهو ده مش عارفه، انا العصير مش لبن. مقتنعه. انصحكم لما تعملوا عصير اعملوه بلبن بخيره، بيبقى حلو قوي، او اللبن البلدي بتاعنا البلدي يعني. لكن كشرب قهوة وكده المراعي للمار. يا رب الروتين بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم روتيننا مع بعض ما تنسوناش بقى في احلى لايك من ايديكم الحلوه. اي حد طبعا لسه جديد منورنا، تشرفتونا اشتراك. وربنا يخليكم لينا، وميرسي على الالف مشترك. ربنا يا رب يكتر من اللايك والشير. وربنا يخليكم ما يحرمنيش ونقول منكم لكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي 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 يا باي. احلى اخوات وعيله في الدنيا.